ما أحوجنا لتعليمها إلى صغارنا ولتطبيقها لكبارنا، فالحكمة سيدة الكلام الطيب لإقناع الآخرين بصدق أقوالنا. فنحن بحاجة إلى التأمل والحكمة، لأنها خلاصة تجارب إنسانية رائعة ومفيدة، وهي مرآة لثقافة الأمة واتجاهاتها الفكرية ونظرتها إلى الحياة، وهي محتوى لب حياة الأسلاف وقدر نغرف منه جميل الأفكار. إن إلقاء المثل هي من أكثر الأشكال التعبيرية الشعبية انتشارا وشيوعا، ولا تخلو منها أي ثقافة، فتعكس مشاعر الشعوب على اختلاف طبقاتها وانتماءاتها. فالمثل هي جملة جميلة ومفيدة وموجزة، وربما ذو سجع أو قافية مناسبة، محكمة البناء، بليغة العبارة، شائعة الاستعمال، يسهل حفظها. قيلت حينها وتوارث تكرارها، وأصبحت مثلا تقال حين وقوع أحداث ووقائع مشابهة، وتقال في جملة موجزة تغني عن رواية ما جرى، وذلك للتعلم والعظة لنستفيد منها في حياتنا اليومية وعلاقاتنا مع الناس. إن تعميم المحبة في كردستان يعتبر إنجازا ثوريا عظيما، وإظهار جمال الوطن وجمال الشعب وجمال الفرد في الرجل والمرأة يعتبر أسطورة عن حق، بل ثمرة للثورة. جمال الوطن، جمال الشعب، جمال الفرد، هذه الثورة. هناك كاتب آخر يقول، كاتب ساخر يقول: المؤرخ رجل يسير إلى الوراء. مؤرخ وصفه أن يسير إلى الوراء، والفلكي رجل يسير إلى الأمام. أما العاشق فإنه يسير في كل الاتجاهات في آن واحد. زماني مرا يا مرادك وزير يا مرادك رزيل. لسان المرء يجعله وزيرا أو يجعله رزيلا. يبدأ دبي وشوري خوش مرا معرا إذا شوري خوش بالكلمة الطيبة تستطيع سحب الأفعى من جهل. شور هنا زيرا، شور هنا زهيرا، شور هنا زيرا، شور هنا زهيرا. هناك كلام من ذهب وكلام من سم. مترددنا الدوية كردي قرن دبي شور كيرا مرا دبي جناتي، شور كيرا دبي جعلي.